السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة، وكنتمنى الفيديو يعجبكم ويعجبكم التعليق الصوتي، حتى اذا لاحظتوا في الفيديوهات السابقة كنت كنعمل غير التعليق الكتابي. هذا الفيديو هذا قررت ان شاء الله نبقى نعمل حتى التعليق الصوتي احسن من الموسيقى. ان شاء الله نعدلوا الخلاع اليوم بالطريقة ديال الام ديالي الله يرحمها، وكنتمنى يعجبكم. على بركة الله. اول حاجه غنعدلها هي نقطع الشحمه ونلف لها شوار تطحن. اللي ما عندوش لها شوار بامكانه يستخدم غير الحكاكه الرقيقه، حيت كنكونوا الشحمه سبقنا شمشناها في الشمس وكتحك بسهوله. طنجره الضغط كنعملوا كاس ديال الماء، ملعقه كمون، ملعقه ثوم، ملعقه قزبر مطحون، ونشدوا عليها على نار هادئه. هنا كنقوموا بالتصفيه ديالها كيف ما لاحظتوا باش ما يبقى فيها حتى شي حاجه، تبقى صافيه. نمشيو للمرحله الثانيه. هنايا عندنا اللحم مقدد وكنضيفوا عليه كأس ديال الماء مع ملعقة كمون وملعقة ثوم وملعقة قزبور مطحون، نفس المقادير اللي استعملناهم مع الشحمة كنستعملوهم نفس الشيء مع القديد، ونغلقوا عليها حتى هي ونخليوها على نار هادئة حتى تطيب على خطرة. غنضيفوا الشحمة اللي كانت ذوبناها، غنزيدوا عليهم زيت الزيتون ونوضعوهم على نار هادئة. السر ديال هاد الوصفه باش ما كيوقع على والو لانها خصها تشرب نهائيا، مخصش يبقى معها نهائيا الماء. والتجربه باش كنلاحظوا بان الماء مبقاش فيها هو التجربه اللي غنعدلوها في اخر الفيديو. في اخر الفيديو نعدل واحد الطريقه باش كنتاكدوا بان الماء ما بقاش في الخلاع. الطريقه اللي قلت لكم هي هذه. كنجيبوا ورقه كنعملوها في هاد الخلاع، كنغطسوها في الخلاع وكنشوفوا كنشعلوا عليها العافيه. الا كانت باقي كتعمل اصوات طرطقات وما بغاتش تشعل، يعني الخلاع باقي فيه الماء، شعلت بسهوله واحد الطريقه سهله دغيا وما عملتش لا صوت طرطقات لا حتى شي حاجه، تاكدوا بان الخلاع ما فيهش شي، ما بقاش فيه الماء وناجح. كنتمنى الفيديو يعجبكم بهذه الطريقه التعليق الصوتي، والى اللقاء ان شاء الله في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله يا ربي.